همسة لقلبك. واتقالت لي كلمة زمان وفضلت ترن في ودني: انت ما بتعرفش تحكم على الناس، وانت مش فاهم اللي حواليك كويس. انت ازاي مش شايفهم على حقيقتهم؟ واللحظة فكرت: هو انت ليه عايزني اشوف الناس بنضارتك انت؟ ليه عايزني احكم عليهم من وجهة نظرك انت، مع اني مش من حقي احكم على حد؟ ليه بتقولي كلام المفروض اني اشوفه؟ سيبنا اشوف الناس بنضارتي انا، سيبنا اتعامل معاهم باللي حاسه من جوايا ناحيتهم. ما يمكن نضارتك عليها تراب وانت اللي مش شايف كويس. عمري ما اتأثرت بكلام حد عن حد، اتعودت اتعامل مع اللي حواليا باحساس انا. لكن للاسف في ناس بتتأثر، وممكن للود تقطع، وممكن بالكلام توجع. اتعلموا ما تسمعوش، وان سمعتم ما تتأثروش. اتعلموا تتعاملوا مع الناس باحساسكم، مش بالكلام اللي بيوصل لكم. ساعات الكلام بيكون زي السم اللي بيجري جوه العروق، بيموت الشعور بهدوء من غير ما تحسه، بيأثر بالتدريج على اللي جوانا، ويعمل خلل في علاقاتنا باللي حوالينا. مش معنى انك زعلان مع فلان ومتضايق منه يبقى علشان احنا اصحاب ازعل منه وخصمه. ومش معنى اني مش بحب فلان يبقى انت كمان تكرهه. ومش معنى انك مش بتتكلم مع فلان يبقى انا قاطع علاقتي بيه. ومش معنى ان في موقف حلو حصل بينك وبين حد يبقى المفروض ان اقرب منه. المشاعر والاحاسيس اللي جوانا بتبقى جوانا احنا اللي بنحس، مش محتاجين حد يحس لنا ويقول لنا ويعرفنا. سيبنا اتعامل مع اللي حواليا باحساسي ومشاعري انا. يمكن يكون احساسي غلط في بعض الاوقات، سيبنا اتعامل بقى براحتي، بلاش تبخ السم في الكلام وتقولي على الناس كلام مش لازم يتقال. سيبنا اتعامل باللي جوايا. لازم نكون فاهمين ان صحيح مش كل الناس هيبقوا كويسين، لكن مش كله بيفضل على حاله. الناس بتتغير، الناس بتتعلم. في ناس فعلا بتحاول كتير تحسن من نفسها وتعالج مشاكلها اللي جواها. في ناس طول ما هي عايشة وبتتعامل مع اللي حواليها المواقف بتغيرها وبتخليها أحسن. ممكن أكون وحش معاك لكن حلو مع غيرك. أصلها قلوب بتتآلف وتتعارف وتحب بعضها، وفي قلوب بتتنافر وتتباعد وتكره بعضها. خليك بقى في إحساسك ومشاعرك لوحدك وما تقوليش عليها. سيبني أحب اللي أحبه من غير ما تقولي كلام، لأني أصلا مش هتأثر بيه. وسيبني أتعامل مع اللي حواليا بوجهة نظري وباللي حاسس بيه. الكلام اللي ممكن يتقال يمكن مش هيأثر فيا، بس في ناس كتير بتتأثر بالكلام. نصيحة بقولها لك علشان تحاول تفهم بشعورك انت اللي حواليك. اللي بيتكلم معاك على حد اعرف انه هيتكلم عليك لما تسيبه. واللي بيحكي معاك ويعيد ويزيد عن غيره في يوم من الأيام كلامه مش هيسيبك وهيطولك. وده يعلمنا إن قليل الكلام قليل الغلط، وكتير الكلام كتير الغلط. وخلي دايما إحساسك هو اللي بيحركك. يكفي إنه إحساسك أنت، حتى لو طلع غلط هتتعلم. بس يبقى اتعلمت بنفسك من غير ما حد يعلمك، فتقدر تحدد مين هيكون قريب منك ومين لازم يكون بعيد عنك. صدقني، شوف الناس بنضارتك انت، بلاش تبص عليهم بنضارة غيرك، لأن كل يرى الناس بعين طبعه. وقول يا رب. همسة لقلبك.